اهلا بيكم وحلقة جديدة في ابيض والوان مع ريهام، والنهاردة هنعمل حاجة مختلفة، حاجة جديدة، حاجة لايت برضو. حتى ايفن في السواري ممكن نبقى عاملين حاجة لايت، مش لازم نبقى رايحين حاطين حاجات زيادة قوي ولابسين حاجات قوية جدا. لا، كل ما كان السواري حاجة سيمبل، حتى لو كانت درجة القرابة من الدرجة الأولى، يعني بنت عمك بنت خالك، برضو بنروح حاطين حاجة، لابسين حاجة مميزة بس خفيفة، مش منفوشة، مش حاجات كتير، وبناء عليها هنعمل الميك اب بتاعنا اللي برضو هيبقى خفيف. يلا بينا. هبتدي النهاردة احط حاجات اي شادو هادي جدا، هيبقى فيه تاتش ازرق عشان هي لابسة على ازرق. هبتدي الاول، انا حاطه الفاونديشن تقريبا. الفاونديشن مادام هي لابسه حاجه سواريه بيبقى نفس وشها نفس لون بشرتها على طول. وحطيت الكونسيلر فوق عينيها عشان ابتدي احط دلوقتي الاي شادوهات، والاي شادوهات تبقى اثبت اكتر. هحط كحل فوق عينيها، هنرفع راسنا كده، اوكي، هنغمض. هحط كحل فوق عينيها بقلم الكحل عادي جدا. فتحي، اوكي، بصيلي. اوكي، انا حطيت الاسود دلوقتي على الجفن المتحرك. الجفن المتحرك اللي هو ايه؟ لما بنفتح عينينا الجزء اللي بيتحرك. هنغمض عينينا، هبتدي اسيح الكحل. هنفتح عينينا، اوكي، بصيلي. اوكي، خليكي بصالي. وهاجي على اطراف الاسود اللي انا حطاه هسيحه بقطن ودان زي ما اتفقنا. بصي، فتحي عينك، فتحي عينك. Open your eyes. Okay. Keep on looking in this direction. بسيح اطرافه الخارجية عشان يبقى هادي ومش كتل لون. هبتدي دلوقتي احط الجراي بتاعي على الجراي الاي شادو على الاسود الكحل. هنغمض عينينا، اوكي. هبتدي احطه بطريقة طبطبة، يعني اذا هو مش بمسح الفرشة بحطها بطريقة طبطبة عشان الاي شادو يبقى. هنبتدي هنكمل برضو نحط الاي شادو الجراي مش الاسود على العينين بطريقة الطبطبة هنا عشان اتفادى ان يقع اي شادو ويعمل لي الوان تحت العين. هحط باودر، لوس باودر زيادة لحد بس ما بخلص، وبعد كده بشيله عشان ياخد الاي شادو اللي وقع. انا بعد ما حطيت الاي شادو الجراي بمسح الفرشة كويس قوي، وبمشي على اطراف الفرشة وهي فاضية على اطراف الاي شادو عشان اسيحه اكتر فيبقى سيمبل. تفتحي عينك، واحنا مفتحين بمشي فوق الجفن المتحرك، يعني على اساس ان احنا اغلب الوقت واحنا قاعدين بنبقى مفتحين عينينا، فمهم المكياج يبقى اللي ظاهر عندي او اللي انا بشتغل عليه والعين مفتحة، عشان ده اغلب الوقت هو اللي بيبقى حاصل، العينين بتبقى مفتحة. هبتدي احط فوق جراي، هحط بني مع اورنج فوق جراي وهي مفتحة عينيها، بسيحه عشان يبقى معمول له استمباج او ناعم، مش كتل لون وخطوط باينه ما بين فواصل الاي شادو وبعض. وتحت الحاجب على طول هبتدي احط لون ابيض، بس مش الابيض الناصع قوي قوي قوي، لا، بطريقه سمبل.
وهبتدي احط لون قوي شوية ما بين الجراي والابيض وعلى الالوان اللي انا سيحت بيها. واحنا مفتحين، لا فتحين، احط نقط كده لون وابتدي انفض الفرشة واسيح الالوان مع بعضها.